لوكا مودريتش، إيفان راكيتيتش، ماريو مانزوكيتش. هي الأسماء يلي قلتها قبل شوي ما كنا نسمع فيها أبداً إلا بالمونديال، بكأس العالم أو بدوري أبطال أوروبا، أو أي حدا بيحضر فوتبول حول العالم سمع بهي الأسماء. طبعاً هي الأسماء يلي بيعرف معظمها كرواتية، أو مثلاً في أسماء مشابهة لهذا الموضوع، صربية، بوسنا وهرسك، أو سلوفاكيا، سلوفينيا، كل هاي المنطقة تبع منطقة جنوب البلقان أو دول جنوب البلقان. بعرف إذا سألتوا حالكم يا متابعين كرة القدم أو أي حدا بيسمع بهي الأسماء إنه ليش كلياتها بتنتهي بهي اللاحقة فيتش أو إيتش. كلمة فيتش بهي اللغة، لغة الشعوب السلافية اللي هي بجنوب البلقان، معنى كلمة فيتش يعني ابن. لما أقول إبراهيموفيتش يعني ابن إبراهيم، اسماعيلوفيتش ابن اسماعيل، بيتروفيتش ابن بيترو. فقبل كانوا يتبعوا هذا النظام بالأسماء أو أسماء العيال أو الكنيات اللي بنسميها نحن. يعني باللغة العربية مثل ما بتقول مثلا علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب أو مثلا شاكر ابن شكري إلى ما هنالك. نفس الشيء تقريبا فينا نعتبر هذا الموضوع، بس ولكن مع الأيام اتطورت هي الأسماء بهي اللغات اللي ذكرتها قبل شوي، اللغات السلافية، وصارت عبارة عن كنية ثابتة. يعني بيتروفيتش كانوا يقولوا ابن بيترو، قامت صارت عائلة بيتروفيتش هي عائلة معتمدة وكنية معتمدة عند هدول الشعوب. يعني مثلا هلأ لاعب الكرواتي لوكا مودريتش، يعني لوكا مودريتش ابن مودريتش هي بالعادة، بس ولكن صارت عائلة مودريتش هي كنية معتمدة. إيفان راكيتيتش كمان نفس الشيء، ماريو مانزوكيتش نفس الشيء. فمن هون اجى اسم تيتش باللغات السلافية. وبعرف إذا هي لفتت انتباهكم من قبل، بس أنا لفتت انتباهي لأنه اليوم عنا مباراة جدا قوية للثري لايونز مع المنتخب الكرواتي. فاكتبوا لنا شو رأيكم بهي المعلومة، وشو رأيكم بمباراة اليوم بين منتخب إنجلترا ومنتخب كرواتيا.